ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين. دايما بيبقى في كتب في مكتبتي أنا مش بينفع أقرب لها. الكتاب المرة دي هو أغلى كتاب في مكتبتي، هو أكتر كتاب أنا كنت خايف أقرب له وستيل لسه ما قرأتوش. أنا بس بشارككم فرحتي إن أنا هبدأ قراءة الكتاب ده. الكتاب ده أنا فاكر إن أنا كنت شاريه مثلا من 5 سنين أو أقل بحوالي 250 دولار، فيعني كان غالي وقتها. وحاسس ان انا كنت طلعت بيه من معرض، الناس اللي بتابع مشتريات المعرض كان هو الكتاب ده. فيعني انا فرحان قوي ان انا هبتدي اقرا كتاب جزيره العرب قبل الاسلام لبرهان الدين دل. انا هقرا منه شويه بشويه، فيعني ما تتحمسوش قوي. هقرا منه شويه بشويه في الفتره دي لان انا بقرا حاجات كتير، يعني مفتح كام كتاب، فحاسس ان انا مراكم حاجات كتير عليا. لكن فرحتي بالكتاب ده هو ان في كتب دايما بتبقى في مكتبتنا مش بينفع نقرب لها، او بتبقى بعيد، او بتبقى حاجه كده احنا شارينها بحيث ان هي تبقى في مكتبتنا حتى لو مش هنقراها. معظم الناس اللي عندها كتب او بتقرا بيبقى عندهم نفس الجزء ده يعني. فانا بس حبيت اشارككم فرحتي. الكتاب ده بيتكلم عن جزيره العرب كانت عامله ازاي قبل الاسلام وقبل دخول الاسلام. التاريخ السياسي والثقافي في الجاهليه كان شكله عامل ازاي. ف يعني الكتاب ده نزل منه جزء تاني بس انا ما جبتوش. فبس حبيت اشارككم ان انا هبتدي اقرا الكتاب ده. يعني مش عارف هل حد عنده الكتاب ده ولا لا، يعني اتمنى لو حد عنده الكتاب ده يقول لي يعني. بس